السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة تانية بتقول أنا خاطب وخطيبتي طماعة جدا، هي وأمها، أبوها راجل محترم جدا فوق ما أي حد يتخيل. المهم أنا مسافر السعودية، قالت لي أنا عاوزة طقم من شي إن. قلت لها أنا مش عارف أختار الطقم اللي أنت عاوزاه، نزلي التطبيق وابعتيلي أنت عاوزة إيه وأنا أجيبهولك. المهم لقيتها بعتلي حاجات ب 1800 ريال. فبقول لها إيه ده كله؟ قالت لي دول 4 أطقم ليا وطقم الماما وطقم الجوز أختي عشان حالتهم المادية على قدهم. قلت لها تصدقي بالله أنت إنسانة قليلة الذوق، هو أنا مجبر أجيب ليكي أصلا؟ قالت انا عارفه انك هتعمل كده، وكله قال مش هيوافق، ده بخيل. قلت لها يا جيب ب 1800 ريال يا ابقى بخيل، وعاوزين كمان يتشحنوا على مصر، الحاجات دي هتعدي. لقيت امها بتكلمني بتقول لي انت مزعلها ليه طالما طلباتنا تيجي على قلبك كده؟ تعالى خد حاجتك احنا يا الصالحه، عشان هي زعلانه وقطع الاكل وخست النص. قلت لها انا ما اتفقتش مع حريم، خلي راجل البيت يكلمني. لقيت باباها بيرن، كلمته والراجل جزمته على دماغي، راجل محترم جدا. قال يا ابني كل شيء اسمه نصيب وحاجتك هتروح لك على البيت. طب ليه؟ عشان قال لي خليها ماشيه ورا امها. هو قال لي يعني خليها ماشيه ورا امها باللفظ كده. طبعا كنت جايب هدوم وقلت مش عاوز الهدوم عشان اتلبست وجات هولع فيها، وكنت جايب ايفون، وكنت جايب في عيد ميلادها خاتم دهب، كنت جايب هدايا كتير، ده غير المواسم والعيديات والفلوس والفلوس اللي كنت ببعتها من هنا. خلى اخويا الكبير يكلم ابوها على الخاتم والايفون عشان انا متضايق منها، ولا كبر دماغي وانا كده غلطان ولا لا؟ اقسم بالله ده اللي حصل بالملي، ما رجعش ليا غير الذهب اللي جايبه في الشبكه فقط. بص يعني على كلامك، تمام، انت ربنا نجدك، يعني الحمد لله. تمام. دي يعني نقطة. طبعا للأسف ناس كتير جدا يعني ما بتقدم، يعني مثلا عائلات كتيرة وناس كتيرة للأسف يعني ما بتقدم لها عريس لبنتهم، ويكون مثلا في دولة خليجية أو في أي دولة بره، أو بيحس إنه معاه فلوس، بيحاولوا إن هم سوري في اللفظ يحلبوه. يعني القصة كلها بتتحول مع بدل من إن هي جوازة، لا دي هي مصلحة. على قد ما أقدر بحاول أنا إيه أمص اللي قدامي، أمص العريس دوت. مش كل الناس بتعمل كده طبعا، أنا بتكلم يعني في العينات اللي معلش ما تعتبرش بني آدمين. تمام. فانت ربنا نجدك، انت ربنا بيحبك، الحمد لله يعني انت على البر. تمام. اي خساره خسرتها والله العظيم ولا تسوى اي حاجه ان انت كنت ارتبطت بالانسانه دي، فانت ربنا بيحبك. اما بالنسبه للي انت حضرتك انت بتقول جايب هدوم، والله انت قلت مش عايزها فخلاص فكست هدوم وانت الايفون ده حقك. يعني انت كلم والدها قول لها حضرتكم انتوا في مش عايزين نكمل، والقصه زي ما قال لك ابعتوا لي الايفون، وبرده اللي هو خاتم الدهب في عيد ميلادها برده تاخده، والهدايا عايز تاخدها تاخدها. لسبب يعني مش خاطر حاجه، عشان هم اللي غلطانين، يعني فاهم قصدي؟ ان صراحه الاسلوب دوت يعني اسلوب مستفز. وصل لحضرتك؟ فانت لو تعرف تاخد كل حاجتك خدها. انا عن نفسي لو تعرف تاخد الهدوم خدها وشحتها لاي حد، ده طلعها لله. لا بس طبعا الحاجات دي ما ينفعش تجد على الكلام اللي انت قلته لي دوت، انت كده مش غلطان. والمره الجايه دور على ناس صح وحاول تناسب ناس صح، وما تتعقدش ولا اي حاجه. في بنات ناس كتيره جدا بتدور على سترتها، بتدور على عريس يتقي الله فيها، مش بس على الماديات. فما تخش التجربه ديت التجربه السيئه ديت مثلا تخليك تتاثر بكره بعض. لا ما فيش اي مشكله، تجربه عدت والحمد لله انها بانت معاك على الاول، والحمد لله انها بانت معاك على البر. بس كده. برضو من مشارك مجهول الهوية بيقول أنا مرات ابني جامدة قوي بشكل مش طبيعي، والله ما تبلى عليها ولا أنا حما عمى ولا حرباية ولا الكلام ده كله، بس البنت بجد جامدة وكدابة قوي محدش قادر عليها، وابني بيحبها والله، هو ليه شخصية بس هي شخصيتها أقوى، وهو مقتدر ماديا الحمد لله. وكانوا هيتجوزوا معانا في بيت العيلة، وكان اتفق على كده في البداية، لكن بعد الخطوبة طبعا كلنا عارفين سواقة البنات وهي مسهوكة قوي. طلبت منه شقة على النيل، وفعلا اتجوزوا في شقة على النيل وقبضوا كويس، بس كل فلوسه ضايع عليها وعلى مرقعتها. انا حاسه من كتر الهدوم اللي هي بتلبسها انها بتجيب كل يوم هدوم، وتسريحتها مليانه مكياج وابيض واحمر وبرفانات. وانا بقول طالما هو قبضه حلو يبقى يعين حاجه للزمن. والله انا ما بتدخل في حياتهم، بس ابني صعبان عليا وضعه وكده. هي طبعا
بل فاهم الحركات بتاعتها واللبس وحاجات الستات دي. وحتى لما بترد عليا ما بيعملش حاجه، والله ما بيعمل حاجه. لما اجي اقول لها حاجه تلاقيها بتلعب حواجبها وهي بترد بمنتهى قله الادب، وتقول لي انا عارفه يا ماما انت مش بتحبيني ليه، عشان ما كنتش اختيارك من الاول، بس والله لو كنت اختيارك كنت هتعملي كده برضه. ولما هو بيجي يسالها تحلف انها ما قالتش كده، رغم والله بتبقى قايله وعامله حركات مش هقدر اقولها. اعمل ايه معاها؟ بص يا ستي، انت اللي تعبه نفسك، يعني ما تزعليش مني. اولا هو طول ما هم مع بعض متقبلين دوت وعايشين مع بعض تمام، صح او غلط، فخلاص انت ما عليكي غير النصيحه. تمام يا ابني، اعيش الحاجه للزمن يا ابني. مراتك واخداك في سكه غلط، ده اللي ليكي انت كم. بس هو بقى خلاص هو مش قابل النصيحه، اصل انت يعني مهما عملتي مش هتفرضي عليه راي. خلاص هو يعني راجل ما ينفعش تفرضي عليه راي. فانت ما عليكي الا النصيحه. يا ابني غلط، يا ابني شيل حاجه للزمن، يا ابني خلي بالك، بص على بكره كده يعني. هو مش مستجيب خلاص بقى، يبقى انت كده ما حاولي انت تبقى انت وحشه يعني انت ما حتى انت بتتكلمي في الصح وفي الصالح تبقى انت وحشه. تمام. فانا من الاول بقى انا اشتري دماغي. فيعني انا شايف ان حضرتك ما دام ابنك تنصحيه ومتقبل خلاص، معلش يعني من في اللفظ اطلع منها بقى خلاص، سيبيه هو ايه يعيش حياته. وفي نفس الوقت ما تشيش من ابنك ولا تزعل من ابنك. تمام. والله اللي بيشيل قربه مخرومه زي ما بيقولوا بتخر عليه. فهو سيبه بقى، هو حياته هو اختارها فهو يكمل، هو اختياره هو يكمله. فهمتيني؟ اما بالنسبه لنقطه هي انت شايف ان هي قليله ادب مع حضرتك وبتتجوز معاكي، موضوع بسيط خالص، اختصاريه خالص يعني عادي يا ابني. مراتك ما تخش عندي البيت، دي مش مشكله ولا عيب، وفي ناس كتير قوي بتعملها. طول ما انت شايفه ان هي بتتجوز وده غلط يعني، بس برضه زي ما بقول في كل فيديو انا بسمع من وجهه نظر واحد. تمام. فحضرتك انت شايف انها بتتجوز معاك، الموضوع بسيط جدا، يبقى انت اختصريها. يعني يا ابني ما تخش عند البيت، بحيث ان ايه نمنع الاحتكاك. تمام. وتسيبها هي بحياتها، يبقى هي وابنك يتصافوا مع بعض وسعدك، وانت ما تتدخليش بينهم. وشيل الموضوع من دماغك. انا عارف قلب الام وكل حاجه، بس انت تدخلك هتطلع وحشه، وهتطلع انت بتخربي البيت. طب انا ليه بقى؟ وممكن الموضوع يوصل معاكي لدرجه ان هو مثلا بدل ما ابنك بيكلمك وبيودك وكده، لا ممكن تخليه لو بالعقليه زي ما انت قلت لي، ممكن تخليه لدرجه ان هو ينفر منك يعني، حتى الكلام ويقطعك ما يتكلمكيش. يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى انا بدل ما احل المشكله عقدتها اكتر، عقدتها بزياده. يبقى انا الحل زي ما قلت لك حل بسيط خالص. سيبوا حياتهم يعيشوا فيها. كويس وحش هم العواقب اللي هتنتج عن حياتهم هم اللي يشربوها. تمام. ودوت يعني ان شاء الله ربنا يهدي النفوس. مشكلة بتقول السلام عليكم، إيه الحل مع زوجة عنادية لا تطيع وتتعامل بندية، وأحيانا بترد عليا كلمة بكلمة. مؤخرا اكتشفت إنها لما بتروح زيارة البيت أبوها ممكن تخرج هي وأمها يشتروا حاجة من غير علمي أو إذني. وحصل أكتر من مرة. متجوز من 7 شهور، مفيش أولاد، وماضي قايمة. ويا ريت محدش يفضل يقطع فيا ويقول لي تستاهل، أنا عايز نصيحة بس. هي حاليا في بيت أبوها بقالها شهر ونص، ومحدش كلمني من عندهم. بص عامة يعني أوحش وأسوأ عيب يكون في الست إنها العند. الست العندية فعليا ما تتعاشرش يعني، حق الله يعني. من تجارب ناس كتير قوي، أكتر عيب يعني بيبقى صعب التعامل معاه والعيشة معاه العنادية، أو التعامل راس براس. بص أنت دلوقتي مش عايز حد يقطمك، ما حدش يقطمك ولا أي حاجة. بس عايز بس افهمك حاجه، يعني انت متجوز من 7 شهور، انت تعتبر لسه عريس يعني، شايف ان المشاكل دي لسه بدري. طب يعني الحاجه دي ما ظهرتش معاك فتره الخطوبه؟ يعني ما كانش في اي دلائل على عقليتها، على افعالها، على تصرفاتها يعني؟ عامه انت لسه بدري يعني عشان يعني تظهر المشاكل مثلا تاخد وقت. بس هي ما دام بادئه بدري بدري، انا مش هقدر انصحك غير ان انت يعني اخر موضوع الخلفه. يعني صدقني دي اهم نصيحه ممكن انصحها لك. اصلا يعني انا من الناس اللي قصه الطلاق دي لا ما ينفعش اقولها لك. وصل حضرتك؟ فانت اول حاجه تعملها الخلفه. ركز في موضوع الخلفه ده، مفيش خلفه دلوقتي لحد ما تشوف حل لمشكلتك دي، اول نقطه. اما بالنسبه للماضي قايمه دي خلاص بقى انت مضيت، فالقصه ايه انتهت. هي دلوقتي حاليا زي ما انت بتقول بقى في بيت ابوها بقى لها شهر ونص، محدش كلم من عندهم، وانت ولا تسال فيهم. يعني انا ده اقل حاجه تعملها، انت ولا تسال فيهم. انا بقولها لك عيش حياتك. طبعا انت الشقه انت قاعد في الشقه، فانت عيش حياتك وكمل براحتك ولا في اي حاجه.
اكنها مش موجوده في حياتك. ما تقدمش تنازلات، لازم تبقى هي عارفه غلطها. انا برضو بتكلم من وجهه نظرك انت، يعني انا واخد جانب انت، انا بتكلم على اللي انت بعتهولي، اللي انا قاريه، انا ما اعرفش الحقيقه فين، انا بتكلم عن نص الحقيقه اللي انا شايفها. فانت زي ما فهمت حضرتك، موضوع الخلفه ده هنأجله لحد ما تشوف الدنيا فيها ايه، عشان دي اهم حاجه. اما بالنسبه هي في بيت اهلها، يبقى انت مالكش دعوه باسباب بيت اهلها خالص، ما تتصلش بيها ولا تسال في اي حاجه، وما تقدمش تنازلات في النقطه دي. هما لو اتصلوا بيك وحاولوا ان يصلحوا، بالراحه اتكلم معاها بالراحه، وفاهم اهلها، يعني نشوف والدها والدتها، فهمهم، قول لهم يا جماعه انا بتقول كذا كذا كذا، وبيحصل منها كذا كذا، وانا الموضوع ده مش متقبله، والموضوع اللي عندي هو اللي خسرنا بعض، وحاول معاهم كذا مره. تمام. لحد ما انت تلاقي نفسك مش قادر، يعني انت تلاقي نفسك مش قادر خلاص، يبقى انت مش هقدر اقول لك الحل برضه، عشان انا ما بقولش الحل ده، او لحد ما انت تستحمل. دي نقطه. وفي برضه نقطه انت قلتها، ان هي بالنسبه ان هي ما تروح زي بيت ابوها، ممكن تخرج هي وما يشتروا حاجه من غير اذنك، ده غلط يا جماعه. انا وجه كلامي للبنات اللي بتسمعني، لا غلط جدا. ما ينفعش في بيت اهلك في ايا كان، ده شرع ربنا. اي تخرج اي مكان استاذن جوزك، مش هقول لك لا، يعني انت قلت لي انا خارجه مع ماما اجيب حاجه، هيقول لك لا مستحيل يعني. تمام. فالموضوع دوت على فكره كتير قوي ناس بتستهون بيه، بس هو حق اصيل من حق الزوج، وده حق عليكي، فانت لازم تعرفي انت فين. ده بالنسبه اللي انا اقدر اقول لك في المشكله دي، ويا رب يقدم لك فيه الخير باذن الله، ويهديها ويصلح لها حالها.